بس على شيء بسيط انه سرعة اللي يعني من نضيف السيت تشغل الايقاع راح يطلع عندك كلش سريع. فانت شو تسوي؟ ضغطة مطولة على هاي اللي مكتوبة تيمبو، هاي اللي جاي اشر عليها، ضغطة مطولة عليها راح يصير عندك سرعة الايقاع 100، يعني على سرعة الايقاع الطبيعية. او اذا شوف الايقاع عندك اسرع تقدر تدوس على كلمة التيمبو، هاي يطلع عندك هنا الزائد والناقص، هذني من خلالها راح تقدر تسرع الايقاع او تبطئ الايقاع. تحياتي لكم. مرحبا شباب. شكو واحد ما قدر يحمل السيت اللي نشرته قبل فترة، يطلب من يمك تسجيل دخول. هاي من تريد تحمل السيت يطلب من يمك تسجيل دخول او رمز وغيرها، يعني حسب ما شفت التعليقات اللي باليوتيوب هيك اللي يكتبونه. فرجعت رفعت السيت مرة ثانية، وخليته خليت لكم الرابط اسفل هذا الفيديو. من تدخل على الرابط راح يطلع لك اسم السيت، بس تدوس عليه وينزل عندك. والصراحة يعني أخذ من عندي وقت تقريبا يومين، يلا قدرت أرفع السيت لأن كلش الملف ثقيل، وتعرفون الشبكة بالعراق كلش تعبانة. المهم نستعرض الأصوات والإيقاعات. أول شي أجي للبادات، أستعرض البادات هذني. انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين لقيتها؟ انا شعوط احب المحلوة. من عبط تستاحت من عبط تستاحت. هسه نجي نستعرض الأصوات. هذا والسيت مشرق على بيات الصول. السيت مشرق على بيات هذا التشريع، شوفوا هذا بيات الصول. هذا التشريق مال بيات الصول. مثل ما شفتوا يعني أول ما أضيفه يطلع عندك أول صوت، صوت السترنج. نبدي بأول صوت، صوت القانون. هذين الأصوات. بالنسبة للإيقاعات هاي نجي أول شي للزنة. شلون الشغل اللي ما يعرف يشغل الزنة، من تضغط ستارت على تشغيل الإيقاع تجي على هاي الكلمة اللي مكتوبة تاب. طبعا اكو هواي شباب ما يعرفون شلون يشغلون الزنة. هاي اللي مكتوبة تاب، المهم ندوس عليها. نجي على هاي الكلمة اللي مكتوبة كورد، هاي اللي مكتوبة كورد تدوس عليها. تدوس على أي مربع من هذني.
اشتغلت هنا عندنا الزنة. شلون مثلا تريد توقف الزنة تطفيها، هاي اللي مكتوبة ستوب تدوس عليها راح تطفى عندك الزنة. نجي لتشغيل الإيقاعات. هذا الإيقاع ويا زنة شغلها.